من الحاجات اللي الناس كتيرة جدًا عندها دايمًا مشكلة فيها هو موضوع الinterviews، إزاي أعمل interview كويس؟ الناس كلها عارفة إن الانترفيوهات هي ما لهاش كبير، أنت ممكن تكون أحسن حد بيعمل interviews لكن تخش تعمل interview تعمل وحش جدًا، أو تخش تتسأل سؤالين 3 ما كنتش محضّر لهم فالدنيا بتنهار. الفيديو ده هنتكلم على الدليل الكامل للانترفيوهات، كل الأسئلة اللي ممكن تحتاج إنك تعرفها. بعد الفيديو ده ما يخلص هتعرف تجاوب على اشهر الاسئله، ازاي تعرف نفسك، ايه نقط الضعف اللي عندك، احكي لنا مره اشتغلت فيها مع تيم، احكي لنا مره عملت مشكله وغلطت فيها، احكي لنا مره اتخانقت فيها مع مديرك. كل الاسئله اللي ممكن تتسال عنها في الانترفيو هنجاوبها. كمان هنتكلم عن نصائح مهمه جدا ليها علاقه بالسي في او ازاي تعمل سي في بشكل كويس، والاهم من كل ده هنتكلم ازاي تحضر نفسك بشكل كويس. فاعمل لايك وسبسكرايب وتعالى ندردش شويه في الانترفيوز. اول حاجه عايز اتكلم عنها هو موضوع السي في. يا جماعه السي في هو حاجه هو المفتاح بتاع الباب. الراجل لما بياخد السي في بتاعك بيتفرج عليه، ده لو عدى عليه. ودي نقطه مهمه جدا لازم تاخد بالك منها، انه زمان الوضع كان مختلف. انت كنت زمان بتقدم السي في، بتخش تعمل ابلكيشن اونلاين، بتحط حاجات معينه، بتحط صورتك وبتاع، فاكر الناس هتشوف الكلام ده. الحقيقه انا دلوقتي ما عادش فيه الكلام ده. دلوقتي الابلكيشنز اللي بتقدم على السي في عشان سهوله الاونلاين بقى ممكن مثلا لما الراجل يفتح مكان يقدم عليه 10000 ابليكانت، او لو مثلا في مكان مفتوح في شركه كبيره جدا تلاقي مثلا ممكن 50000 واحد مقدمين. مفيش بني ادم طبيعي هيخش يبص على ال 50000 سي في عشان يفلترهم فينقي 10 يبعت لهم. طب الشركات بتعمل ايه؟ الشركات بتعمل حاجه اسمها ال ATS Applicant Tracking System. ال ATS ده حاجه مهمه جدا لازم تبقى انت عارفها، ان السي في بتاعك بيتقرا عن طريق سيستم بيخش يفلتر السي في بتاعك، وبيطلع والله ان انا محتاج اخد ال10 سيفيهات دول اكتر سيفيهات ماتشنج للجوب ده. فاول حاجه لازم تعملها ان انت تتاكد ان السي في بتاعك هو ماتشنج او السكور بتاعه في الاي تي اس كويس. وهسيب لك في الديسكربشن لينك الويب سايت تدخل تشوف عليه الاي تي اس بتاعك اخباره ايه. لو لقيت السكور بتاعك تحت ال 90 تحت ال 85% محتاج انك تحسن الكلام ده، يا اما تشوف فيديوهات كتير جدا ازاي تعمل سي في بشكل كويس، وهنعمل فيديو عن الموضوع ده، او ان انت تروح لحد يعمل لك السي في بروفيشنال، او في ويب سايتس كتيره جدا برضه هسيب لك اللينكات بتاعتها، بتاخد منك $5 $10 حاجه زي كده، وبيعمل لك السي في بشكل يكون الاي تي اس بتاعه او السكور بتاعه كبير جدا. تاني حاجه هنتكلم عنها ازاي تحضر نفسك للانترفيو. الانترفيوز يا جماعه 70 ل 80% منها له علاقه بالتحضير وملوش علاقه بانت جامد او انت حلو او انت كويسه قد ايه. اهم حاجه لما تعمل انترفيو على الشركه توقع ان الراجل اللي داخل ده، حط نفسك مكان الراجل الانترفيور، هو عايز يعمل ايه؟ هو عايز يفرق الناس، صح كده؟ هو داخل هيشوف 10، عايز يفلتر من ال10 2. دايما الناس بتنسى ان الانترفيو ما يخصكش انت لوحدك، الانترفيو يخص الكومبيتيشن، الانترفيو بيخص الناس اللي موجوده معاك في الانترفيو. يعني انت محتاج تفرق نفسك. فمش مهم انك تبقى جامد اجمد حد في الدنيا، المهم انك تبقى اجمد من ال10 اللي داخلين معاك في الشورت ليستنج. طب عشان اعمل ده محتاج اعمل ايه؟ محتاج اعمل انوار، محتاج اعمل اضاءات، محتاج انور لمبتين 3 وانا قاعد مع الراجل في الانترفيو يقول الراجل ده مختلف. اول حاجه البريباريشن، التحضير. انا راح اعمل انترفيو في شركه، بخش بذاكر الشركه، بعرف عنها معلومات مهمه جدا، وفي وسط الانترفيو انا بتكلم وانا بقدم نفسي، او في وسط الانترفيو برمي له كلمتين 3 لا الراجل ده مختلف، عشان يخش يبص على السكورنج شيت يقول والله بصوا هو بصراحه فلان الفلاني ده كان محضر جدا الانترفيو، مختلف عن الناس التانية. هو الهدف كده، هو الهدف ان انت تبقى انت شكلك مختلف فتعدي الليفل اللي بعده عشان انت عملت حاجه مختلفه. تاني حاجه، سواء كان الانترفيو بتاعك فيرتشوال عن طريق الزوم او عن طريق التيمز، او كان الانترفيو بتاعك بشكل فيزيكال، لازم تحضر بدري، لازم تدخل قبل الانترفيو بربع ساعه على الاقل. هتقولي لو الفيرتشوال ادخل ربع ساعه، اقول لك لا، لو فيرتشوال افتح اللابتوب اتاكد ان التيمز او الزوم بتاعك شغال، جرب اعمل جوين، لو عمل جوين خلاص اطلع وادخل قبل الميتنج 5 دقائق. لكن للاسف الشديد ناس كتير جدا ما عندهاش الابلكيشن، ما بتعملش معاه بشكل يومي، او مثلا بيتعامل مع التيمز والانترفيو على الزوم فيخش قبل الانترفيو 5 دقائق يقول له اعمل ساين اب ودخل اسمك والايميل فبيعدي الانترفيو. دي حاجه قاتله. واجين هقول لك تاني وتالت ورابع، لازم تحط نفسك مكان الانترفيور، الشخص ده داخل يفرق الناس عن بعضها، فدي غلطه ممكن تطلعك بدري جدا جدا من الاول. تالت حاجه في التحضير انك تعمل دريس كود يليق مع الانترفيو بتاعك. فانت النهارده لو رايح انترفيو بشركه كبيره لازم تاخد بدله تكون شكلها كويس، لازم تاخدي حاجه فورمال تلبسي شكل كويس. حتى الانترفيو لو اونلاين، انا عن نفسي بفضل، وانا عملت انترفيوهات كتيره جدا عمل لي واتعمل لي، زي حاربت قتلت واتقتلت، لكن انا في كل المرات اللي اكون فيها في انترفيو باخد بالي
ان الدريس كود بيفرق وبيدي احساس ان الراجل ده محضر ومهتم بالانترفيو. فانت لو عندك انترفيو تعرف تعمل فيه دريس كود كويس، اهتم انك تعمل دريس كود تلبس تكون شكلك كويس، وما تستسهلش موضوع انه اونلاين هلبس قميص وخلاص. لا، لو تعرف تلبس بليزر بدله يبقى مهم جدا انك تعمل كده، عشان ما يبقاش حد يلبس بليزر او بدله. افتكر دايما انك بتنافس الناس اللي بعدك، فيبقى هو يتاخد على حسابك. واخيرا في التحضير هو موضوع الاكزامبلز او الامثله. انت لما تخش تعمل انترفيو مش مطلوب منك انك تستحضر جوه الانترفيو. ده الحقيقه فرق كبير جدا ما بين حد عايز المكان اللي مقدم عليه او عايز الترقيه اللي رايح عليها، وما بين حد داخل يهزر او داخل ياخد التجربه اللطيفه ويستمتع بيها. التحضير هو شيء اساسي في الحياه. فانت النهارده عندك اسئله متوقع انك تتكلم عنها، حاجات تكنيكال. انت مثلا مقدم على مكان ماركتنج، حضر اكزامبلز كامبينز عملتها ماركتنج، حضر حاجات اشتغلت عليها مع التيم بتاعك، حضر كي بي ايز واناليتكس، حضر اكزامبلز تعرف تقولها في الانترفيو. انت مش قاعد بتستحضر، ولكن تجنب التحضير المبالغ فيه اللي يخليك شكلك روبوت وانت بتتكلم. ما تخشش ابدا حافظ، لكن خش محضر كويس قوي ان المعلومه على رأس دماغك او على اول on the top of your mind. اول ما تبقى انت بتستحضر المعلومه على طول موجوده انك تقولها. عملنا كل حاجه، تعال نتكلم على الانترفيو نفسه. اول حاجه الانترودكشن هو البيتش، هو المرافعه، هو الفرصه الوحيده اللي انت بتتكلم فيها عن نفسك، مش بتجاوب عن اسئله. الناس اللي ما بتحضرش للانترودكشن او التقديمه، الحقيقه الناس دي بتضيع عن نفسها، اقدر اقول لك ايه، 50% من الانترفيو مثلا، لان هو ده الفرصه الوحيده اللي الراجل قاعد بيسمعك انت بتقول له ايه، قاعد بيسمعك عايز تتكلم عن نفسك شكلك عامل ازاي. طب اعمل ايه في الانترودكشن؟ اول حاجه الانترودكشن ما تعديش مدتها دقيقه ونص، فلازم تختصر، فلازم تقول المعلومات المهمه. ما تبداش في حياتك من اول ما انت قررت انك تخش الكليه الفلانيه وتخرجت بالتقدير العلاني. كل دي معلومات مش مهمه خالص. انت مين؟ خبرتك ايه؟ مقدم ليه؟ اخدك ليه؟ انت مين؟ انا شريف العريان، خريج كليه صيدله في 2013. عندي خبره اكتر من 12 سنه في مجال البيزنس، واشتغلت على اكتر من 3 حاجات بلا 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 بلا. ومهتم جدا ان انا اقدم على المكان، لان انا شايف ان الكابابيلتيز بتاعتي او المواهب او امكانياتي ممكن تسمح ان انا اساعدكم في 1 2 3 4. ممكن اقول عن نفسي ان اكتر حاجه سترينث او اكتر ميزه فيا هي 1 2 3 4. ده لو انت عايز تتكلم على الانترودكشن بشكل سريع جدا. في الانترفيو عموما في حاجه اسمها التون. طبعا كنا اتكلمنا في الفيديوهات اللي فاتت عن موضوع المهرابيان رول، اللي هي البادي لانجوج اهميتها قد ايه، او لغه الجسد، والتون بتاعتك، نبره صوتك. قلنا 55 38 و7%. الكلام بتاعك قيمته 7%. مش مهم الكلام بتاعك قوي، لكن الاهم بكتير من الكلام بتاعك وانت بتقوله ازاي، والبادي لانجوج بتاعتك وانت بتقوله ازاي. في التون دايما اهتم ان انت يبقى واثق من نفسك. بتعمل حاجه اسمها اللي كنا اتكلمنا عليها، اللي هي الداون فليكشن، او بتقفل نهايه الجمله. تيجي تقول ايه؟ صباح الخير، اهلا وسهلا، انا شريف العريان، انا عندي خبره اكتر من 12 سنه في مجال البيزنس. ايه بقى الفكره؟ صباح الخير، انا اسمي شريف العريان. مش صباح الخير، انا اسمي شريف العريان، انا عندي ده لايت قوي ولطيف قوي، مش فورمال. صباح الخير، اقفل نهايه الجمل، مش تبقى رخم، لكن تقفل نهايه الجمل لتحت، ما تفتحهاش لفوق. اي اكزامبل، اي مثال، اي قصه عايز تحكيها في الانترفيو لازم تتحكي بالستار موديل، اللي هو السيتويشن، التاسك، الاكشن، والريزلت. السيتويشن اللي هو الموقف اللي انت هتحكيه، التاسك ايه اللي كان مطلوب منك، الاكشنز ايه الحاجات اللي انت اخدتها، والريزلتس ايه النتائج للحاجات اللي انت اخدتها. وكم مثال ممكن تقول مثلا ان كان في سيتويشن ان مديري كان طلب مني تاسك بياخد 3 4 ايام، وكان طلبه مني في اقل من يوم. التاسك بتاعك ان انت ازاي تقدر تخلص الحاجه دي في اقل من يوم رغم ان هي صعبه جدا. الاكشنز، كونت تيم، عملت بروجكت مانجمنت، اشتغلت مع اكتر من حد، عملت الديليجيشن لاكتر من حد. الريزلتس ان انت قدرت تسلم البروجكت بتاعك في ميعاده قبلها بيوم. طبعا ده اكزامبل بسيط، لكن هي دي الفكره بتاعه الستار موديل. طيب تعالى نتكلم على الاسئله اللي ممكن تتسالها. اول سؤال خالص، انت ليه عايز تمشي من شركتك؟ واحسن اجابه جواب في السؤال ده انك تجاوب اجابه عامه. طبعا اوعى تغلط في شركتك، واوعى تبين ان انت كفران وعايز تمشي، لان ده حقيقه خطا شنيع. لا، انت هتبين ان انت والله ممكن تقول انا يعني عندي خبره كافيه جدا في المجال بتاعي، وبقالي في شركتي اكتر من 3 4 سنين. انا حاسس ان انا محتاج انوع الاكسبيرينس والاكسبرتيز بتاعتي وخبراتي، اخد من اكتر من مكان. فانا قررت ان انا اقدم عشان اقدم على حاجه مختلفه. ده لو انت مقدم على نفس المكان. لو مقدم على حاجه تانية، هاتها من ناحيه الحاجه التانية، ان انت والله حابب تجو ثرو مثلا، او تخش على الماركتنج، تشتغل في السيلز، حابب ان انت تجرب الماركتنج، شغال في مجال الصيدله، حابب ان انت تجرب تشتغل في مجال الدعايه، ايا كان، لكن انت عايز تغير المجال، لكن ما عندكش مشكله في شركتك ومديرك اللي مكفرينك في حياتك. طبعا اوعى الكلام ده يتحكى في الانترفيو، لان ده ريد فلاج بشكل كبير جدا. السؤال اللي بيضايق ناس كتيره جدا اللي هو قول لي اريا تو امبروف، او قول لي حاجه تحسنها في نفسك. الحقيقه ان السؤال ده هو فرصه جيده جدا لتبين قد ايه انت راجل ماتيور، تبين قد ايه انت راجل مسؤول وراجل عارف بتقول ايه. اول غلط الناس بتقع فيه هو المعلبات. المعلبات اللي هي ايه؟ بتاعت
انا راجل وركوهوليك بقى، انا مش قادر بقى، انا الشغل واخد كل حياتي. طبعا دي اجابه تعدي على طفل صغير او كانت تنفع جدا زمان، لكن دلوقتي في الوقت اللي احنا فيه ده الاجابات دي ما بتنفعش خالص. الاريا تو امبروف لازم تتكلم على حاجه فعلا انت محتاج تحسنها، ولكن تجنب انك تتكلم على حاجات البيهيفير، حاجات اللي هي ليها علاقه بسلوكياتك، بالاتيتيود بتاعك. يعني مثلا ما تقولش والله انا راجل عصبي فبحاول ان انا احسن من ده، مش حاجه اسمها كده. ما تقولش والله انا راجل متعود ان انا يعني بروح بدري فعندي، مش حاجه اسمها كده. لكن ممكن تتكلم على مهاره معينه مش عندك، بمعنى انك ممكن تقول والله انا عندي مشكله، انا كنت الفتره اللي فاتت دي بهتم جدا بالبرزنتيشن سكيلز، انا كان عندي جاب فيها كبير جدا جدا، والله دي اريا تو امبروف عندي، رغم ان انا عارف ان الشغلانه انا بدات ان انا اعمل 1 2 3 4. لما تيجي تقول اي عيب لازم تقول ان انت اخدت فيه خطوات مش ناوي تاخد فيه خطوات. فانا كان عندي مشكله في البرزنتيشن سكيلز، ما بعرفش ان انا اتكلم كويس، اخدت كورسات الفتره اللي فاتت دي عن البرزنتيشن سكيلز، مستواي بدا يتحسن بشكل كبير جدا، لسه قدامي كتير لكن مستواي بقى احسن. لان لو قلت ان مستواك اتحسن 100% اقول لك ما دي مش اريا تو امبروف، انت اوريدي اتحسنت. فانت لا، مش هتقول له كده، انت تقول له مستواي لسه في احسن طبعا، لكن انا شايف ان انا بتطور بشكل كويس جدا. طيب ده يقودنا للسؤال اللي بعد كده، اللي هو قول لي غلطه انت عملتها. الغلطه اللي انت عملتها دايما هتتبع نفس الاسلوب بتاع الاريا تو امبروف. مش تتكلم عن خطا شنيع انت عملته علاقه بانك اتخانقت مع مديرك، او ان انت رزعت الباب وانت ماشي، او ان انت بقالك 3 ايام ما رحتش الشركه. اكيد الحاجات دي انت مش هتقولها، لكن انت هتتكلم عن حاجه مهمه جدا، ان انت كان عندك تاسك معين، اشتغلت في الكامبين الفلانيه على حاجه ليها علاقه بالكي بي ايز، ما كنتش واخد بالك ان انت ما عملتش اسسمنت كويس في الشغل. اتكلم في كور الشغل، ما تتكلمش في الشخص. تقول غلط انت غلطته، هات الغلط من الشغل، وهات الغلط ان انت اتعلمته وان انت ممكن تكون حسنته. انا عندي كامبين ما عملتش statistics بشكل كويس، افترضت حاجه من غير ما اعمل لها اناليسيز، فطلعنا بالكامبين، وللاسف شديد الكامبين دي فشلت كبير جدا. لما جيت حللت عرفت ان انا فاتتني الخطوه الفلانيه، لكن في الكامبينز اللي بعد كده اتاكدت ان انا دي ما تفوتنيش، واعتقد دي كان اكبر غلطه اتعلمت منها. فبالطريقه دي انت وجهت الراجل ان انت عارف بالظبط الغلطات بتاعتك فين، فانت بتتعلم من غلطاتك، برغم انها كان خطا كبير لكن انت ما عندكش الخطا ده دلوقتي، فده مهم. طب ناخدك ليه؟ والحقيقه ان ناخدك ليه ده السؤال اللي هو بيقول لك ممكن لو سمحت تبعدي نفسك، ممكن لو سمحت تقول لي زي ما انا قلت لك في اول الفيديو ايه اللي يميزك عن الناس اللي موجوده. لما ناخدك ليه دي تجيلك لازم تتكلم في حاجات مهمه جدا. اول حاجه لازم تتكلم عن نفسك انك سلعه تباع. والله انا عندي خبره اكتر من 12 سنه في المجال، الحمد لله. الفتره دي انا اشتغلت كمدير ومانجر اوف مانجرز، مدير لمديرين كمان خلال ال 12 سنه اللي فاتوا. اشتغلت في اكتر من اريا او اكتر من فانكشن، فتعلمت حاجات كتير جدا انا شايف ان انا ممكن اضيف فيها للشركه. كمان بالاضافه الى ان مجال شركتكم متخصص جدا في حاجه الفلانيه، ده اللي انت حضرت له كويس جدا، وانا الحاجه دي حقيقه كان عندي خبره فيها بشكل قوي جدا. انا شايف ان واحده من الميزات مهمه جدا انا بعملها ان انا بحب دايما لما اخش شركه جديده اتعلم حاجه في الشركه واضيف خبراتي للشركه اللي انا موجود فيها. طبعا اي سؤال تكنيكال هتتسال عليه، وده مش هعرف اقوله لان ده له علاقه بالمجال بتاعك او بتاعك لو انت بتتفرج عليا النهارده، انه لازم هتجاوب السؤال بالستار موديل اللي احنا كنا اتكلمنا عليه. فجاوب اي اجابه، لكن خليك دايما متاكد ان السيتويشن، او خليك دايما يعني واخد بالك ان السيتويشن يكون سريع جدا، يكون بتاع دقيقه مثلا، التاسك بتاعك نص سطر، ويكون سمارت، لازم يكون في وقت محدد. كنت عايز اسلم الشغلانه لمديري قبل الوقت ما يخلص، فمحدده وواضح وصريح التاسك بتاعك. الاكشنز حطها في صيغه نقاط 1 2 3 4 5، كلها تكون مربوطه بالنتائج، والنتائج تكون بترفلكت او بترد على التاسك اللي انت حطيته، وتكون مربوطه، تكون بشكل قوي جدا ان هي تكون فعلا ليها قيمه. بكده نكون كلمنا على الانترفيو بالدليل الكامل، كل الحاجات اللي انت محتاج تعرفها. قول لنا في الكومنتس لو انت محتاج اي حاجه وعندك اي سؤال محتاجين احنا نجاوب عليه، ممكن تكون ما جاوبناش عليه او ما اتكلمناش عليه النهارده، نعمل فيديو مخصوص لده. ولو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل لنا لايك وتعمل سبسكرايب وتعمل شير وكل الحاجات الجميله دي عشان تشوفنا بعد كده.